اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وبالتالي جايه لكم بوصفه جديده. والله هي مش وصفه واحده، هما وصفتين، وصفه حلو ووصفه حادق. يلا بقى تعالوا ندخل الفيديو نشوف هنعمل ايه. طبعا الوصفه الرئيسيه معانا في الفيديو هو طبق الخضار اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ما بدأ، لكن ده مش الوصفه الاساسيه، دي حاجه كده جانبي. طبعا نظرا اننا متجوزين رجاله مصريين، فالراجل المصري يحب اللغوصه شويه او بلاش لغوصه، الراجل المصري يحب الاكل التقليدي شويه. فانا طبعا الطبق اللي معايا هو طبق رز بالخضار، ضايفه عليه طبعا قطع من الفراخ، وكمان ضايفه عليه جزر، وضايفه عليه بسله، وطبعا الرز. فدي وجبه يعني متكامله يعني. فطبعا جوزك هيقولك لا ايه ده، هو ايه ده، ينفع ما ينفعش؟ طبعا لازم الحاجات اللي هي الاكل التقليدي. فقررت ان انا اعمل جنب الطبق الرز ده صينيه البطاطس دي، مفيش عليها ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، هي صينيه البطاطس دي بس. فقلت اشاركها معاكم برضو في الفيديو، بحيث ان انت تاخدي فكره لو انت متجوزه راجل مصري يعني. طبعا زي ما انتم شايفين انا معايا يعني ده حوالي نص كيلو كده من البطاطس، مقطعاها حلقات زي ما انتم شايفين. وطبعا قطعت البصلايه كده بالطول بالعرض بالارتفاع، قطع البصلايه زي ما تحبي. ومعايا طبعا توم مهروس، ومعايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد. طبعا لازم الاكل يبقى سبايسي، لو ما عملناش الاكل سبايسي يبقى ما بنعرفش نعمل اكل. وزي ما انتم شايفين كده حطيت طبعا التوابل بتاعتي، ودعكت الفلفل مع الثوم مع البصل بالتوابل. وزي ما انتم شايفين رصيت البطاطس، وبعد كده نزلت كده بكوبايه من عصير الطماطم، وحطيت شويه ميه، وهحط الملح ودمتم، وهحطها على عين البوتاجاز زي ما انتم شايفين. وكده خلصنا من الحاجه الاولانيه. ده الطبق الرئيسي بقى بتاعنا بتاع الفيديو، هنعمل الرز المبهر او الرز بالخضار. زي ما انتم شايفين انا معايا طبعا رز مغسول وحاطاه كده متصفي، ودي قطع من يعني هي دي حوالي ربع فرخه. انا كنت عامله فيديو فراخ مشويه قبل الفراخ ما تغلى يا جماعه، ما تفهمونيش غلط، الفيديو ده قبل الفراخ ما تغلى. وكمان فيديو الفراخ المشويه اللي لسه هينزل لكم برضه قبل الفراخ ما تغلى. فانا طبعا كنت في الفيديو ما كنتش عامله الفرخه كامله، كنت شايله ربع الفرخه او ربع الصدر بتاع الفرخه، وعملت منه الوصفه دي. يعني من الفرخه عملنا منها وصفتين، ما احنا لازم بقى نوفر، ما هو ما فيش حل غير هو كده. طبعا قطع الفراخ دي انا مقطعاها كده مكعبات، وغسلها طبعا كويس بالليمون، وبرضو حطيتها كده في مصفى تتصفى. وهبدأ معاكم طبعا معايا بصلتين متوسطين كده حلوين، هبدأ أبشرهم الأول بالمبشرة. لازم بالمبشرة، ممكن في الكبة أو بالمبشرة يعني، علشان يعني البصل يبقى ما يبقاش باين قوي يعني في الرز. بشرتها زي ما انتوا شايفين كده ايه بالمبشرة، بشر ناعم. وبعد كده هركنها على جنب. وبعد كده معايا الجزر ده، انا معايا بسلة طبعا زي ما شفتوها طبعا في المكونات في اول الوصفة. ومعايا دول جزرتين برضو انا مقشراهم وغسلاهم وببشرهم معاكم. يبقى انا بشرت البصل وبشرت الايه الجزر زي ما انتوا شايفين. على فكرة الوصفة دي جميلة جدا، يعني انت ممكن تقدميها كده هي لوحدها كده، زي ما قلت لكم وجبة غذائية متكاملة، او ممكن تحمري جنبها طبق بطاطس يعني علشان لو عندك اطفال وكده. فانا طبعا معايا حلة كده على النار، وفيها معلقتين كبار كده من الزيت، لان الزيت ده هو بقى هيبقى بتاع الرز وبتاع كله. ففيها معلقتين كبار كده من الزيت. ونزلت بالبصلايه بتاعتي يا دوب يعني خدت اللون الذهبي كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل على البصلايه بالثوم المهروس اللي معايا، وهدو يعني هقلب كده الثوم في البصل كويس. انا طبعا الثوم مش عاوزاه ياخد لون خالص، انا عاوزه بس ان هو يعني ينزل على الزيت السخن والبصل ويطلع ريحه، بس انا مش عاوزه اكتر من كده. ونزلت بقطع الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها مكعبات، اللي انا كنت شايلاها من الفرخه اللي انا شويتها، لسه الفيديو هينزل لكم باكد عليكم. ودي طبعا معايا التوابل بتاعه الرز المبهر. طبعا التوابل بتاعه الرز المبهر دي مش موجوده عندك، هتضيفي كاري، وهتضيفي كركم، وهتضيفي برضو شويه من البابريكا،
والتوابل بتاعة البيت العادية خالص، يعني لو الخلطة دي مش عندِك، الخلطة دي كانت موجودة عندي برضه من فترة. طبعًا قلّبت الفراخ طبعًا اتشوّحت مع البصل مع التوم، وبعد كده نزلت بالبسلة برضه شوّحتها، وبعد كده نزلت بالجزر زي ما أنتم شايفين. وممكن تحطّي كوسة يعني لو بس أنا ما كانش عندي كوسة بصراحة، ده الخضار اللي كان عندي، فعلشان كده أنا استخدمته. أنتِ لو موجود عندِك كوسة حطّي كوسة، ما فيش أي مشكلة، حطّي فلفل ألوان، حطّي أي حاجة. ال الوجبة دي هو رز بالخضار، فحطّي لو أي نوع خضار عندِك حطّي. والخضار يعني حطّي الخضار اللي عيالِك بياكلوه أو بيحبوه يعني. فأنا زي ما أنتم شايفين طبعًا نزّلت كان معايا يعني باقي بقى الطماطم اللي أنا كنت عاملاها لصينية البطاطس، كانت حوالي نُص كوباية طماطم كده. نزلت بيها على الخضار يعني بتاعي وكده، وسِبت طبعًا الخضار لمّا اتسبِّك مع الطماطم، وزوّدت شوية مَيّة علشان طبعًا الخضار ياخد غلوتين كده قبل ما ننزل بالرز، بحيث إن هو يستوي مع الرز. وبعد كده لمّا الخضار نشف رجعنا بقى قلّبنا عليه الرز اللي إحنا كنا غاسلينه ومصفيينه، وبعد كده هنزوّد مَيّة سخنة ونسيبه بقى كده على النار يتشرب مَيّته، وبعد كده نهدّي النار عليه يستوي مع نفسه. هندخل بقى في الوصفة التانية اللي هي الحلو اللي معانا. طبعًا أنتم عارفين إن أنا لمّا باجيب الطلبات بتاعتي من السوق ما باجيبش غير نوعين فاكهة واحد، طول ما البرتقان والسُفندي موجود مش باجيب غيرهم أبدًا. أحيانًا كده أزوّد بقى أجيب صنف واحد بس علشان برضه العيال وكده، أجيب مثلًا مع البرتقان والسُفندي موز أو فراولة، لكن ما أجيبش البرتقان والسُفندي ومعاهم موز وفراولة وكذا صنف لأ، هم دول ومعاهم صنف واحد بس. والتفاحتين دول بصراحة كانوا موجودين عندي من الحاجات اللي ماما كانت جايباها. فأنا قُلت لمّا أعمل لهم وأغيّر لهم علشان العيال بقى بيقولوا: "ماما هو ما فيش حاجة حلوة؟" طبعًا نظرًا إن كل حاجة غِلت والبيض والدقيق واللبن، فإنِّك تعملي صينية كيكة في الأيام دي صعبة بصراحة. فطبعًا عملت من الفراولة اللي معايا عصير كده فراولة، والمانجا دي اللي كنا مفرّزينها مع بعض في أول المانجا ما كانت موجودة يعني، كنا مفرّزين المانجا عملت عصير مانجا وعملت عصير برضه من الفراولة، وقطّعت برتقان وقطّعت التفاح وقطّعت الموز. وهابدأ بقى أعمله زي اللي هو يعني هي تعتبر سلطة فواكه يعني أو على طريقة الفخفخينة بتاعة المعاصر. بصراحة يعني الطبق ده تحفة، طبق جميل جدًا بتكليف الصيف وبتكليف الشتا، حاجة جميلة جدًا. و وما خدش وقت طبعًا، ومن بواقي الفاكهة، أي فاكهة موجودة عندِك، يعني مش شرط إن أنتِ ترتبطي بالحاجات اللي أنا حطيتها دي، الفاكهة اللي أنتِ بتحبيها أو الفاكهة الموجودة من عندِك. أنا ضِفت برتقان بس ما ضِفتش سُفندي. وممكن تستخدمي صنف عصير واحد، يعني مثلًا تعملي فراولة بس وما تعمليش مانجا، أو تعملي مانجا وما فيش فراولة. طبعًا ما عندكيش مانجا ولا عندِك فراولة، هتعملي عصير من البرتقان اللي أنتِ هتحطيه برضه قطع في الأطباق، برضه هتعملي منه عصير، ما فيش أي مشكلة. زي ما قُلت لِك اتصرّفي، أنا بادّيكِ أفكار بس، وأنتِ هتنفّذي الفكرة على اللي موجود عندِك وعلى المتاح عندِك. أنا مش باعلّمِك، لأ، أنا بادّيكِ بس فكرة إن أنتِ ممكن يكون عندِك حاجة ومش عارفة تستغلّيها أو مش عارفة تعمليها إزاي، فأنتِ تاخدي فكرة، يعني خُدي فكرة من سيلة ونفّذي بُكرة إن شاء الله. فالطبق ده طبعًا يعني قيمته الغذائية عالية جدًا، وأنتِ ممكن تحطّي الفواكه كده من غير أي عصاير، بس هتضيفي عليها يا إمّا سُكّر ناعم، سُكّر عادي من اللي إحنا بنحلّي بيه الشاي والقهوة والحاجات دي، بس يكون ناعم. أو ممكن تضيفي معلقة عسل نحل وتستغني عن العصاير. يعني كذا فكرة أنتِ ممكن تعمليها، شوفي بقى المتاح عندِك واللي موجود عندِك وتقدري تعمليه ونفّذيه. زي ما قُلت لكم صينية الكيكة النهارده لمّا بتعمليها بجد بتتكلّف، يعني صينية الكيكة تاخد لها 4 بيضات، تاخد لها مثلًا نُص كيلو لبن، هتاخد لها مثلًا نُص كيلو دقيق مع فانيليا مع بودر، بتبُصّي مع سمنة أو زيت، بتبُصّي تلاقي فعلًا صينية الكيكة بتصرف يعني بجد في الأيام دي. فبجد الحلو ده طبعًا هو مش هتعملي كل مرّة نفس الحلو ده، إحنا بنقول نوع من التغيير، وعلى قد ما نقدر بنعمل حاجات اقتصادية، وبالحاجات بنشغّل الحاجات اللي موجودة عندنا يعني. طبعًا أنا طول الشتا زي ما قُلت لكم باعمل الكيكة مش باحط لها لبن أبدًا، طول ما البرتقان أو السُفندي موجود باعمل الكيكة بتاعتي بالبرتقان وبالسفندي. طبعًا بيبقى موسم في الموسم بتاعه طبعًا لازم نستغلّه، وكمان بتبقى طعمها جميل جدًا. لكن بقى في الأيام اللي مش بيبقى موجود فيها بنعملها باللبن، وأنا عملتها معاكم قبل كده بالبرتقان، وعملتها معاكم باللبن، بس لسه ما عملتهاش بالسُفندي. إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنعمل كل حاجة مع بعض. بس يا ريت بقى يعني لايك يا جماعة، بالله عليكم لايك يا جماعة، يعني شجعوني كده علشان أقدر أكمّل وأقدر أواصل معاكم إن شاء الله.
طبعًا إحنا حطينا في الأول عصير الفراولة تحت، وبعد كده بقى ضِفنا الفواكه بقى اللي كانت معانا كلّنا، وبعد كده اللي كانت معانا كلّها، وبعد كده رجعنا حطينا تاني عصير مانجا، وبعد كده رجعنا حطينا عصير فراولة زي ما أنتم شايفين، علشان يدّينا لون حلو كده، الامتزاج يعني إيه الألوان مع بعضها، شوفي يعني تحسّي إن اللون كده مدّيكِ لون برتقاني كده، المانجا مع الفراولة مدّينا لون بجد تحفة يعني. والفراولتين دول طبعًا وأنا باعمل ما رضيتش أعملهم، قُلت أخلّيهم أزيّن لكم يعني علشان تعرفوا إن الوصفة دي فيها فراولة، إن هي فيها فراولة وفيها عصير فراولة كمان. وده طبعًا الطبق الرز بتاعنا، والله العظيم طبق الرز ده كان عسل كده، كان تحفة من غير بطاطس من أي حاجة، اركني البطاطس على جنب، قلنا للبطاطس دي لزوم اللغوصة. فكان الطبق زي ما أنتم شايفين جميل جدًا، وقيمة غذائية عالية، وبحاجة بسيطة جدًا زي ما قُلت لكم، ده يعني كانت وجبة فراخ وأنا شِلت قطعة منها وعملت الطبق ده بيها، فوفّرنا إن شاء الله يعني كده. ما هي الأيام دي لازم التوفير وكده. وبكده نكون وصلنا طبعًا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا ريت بقى تشتركوا عندي في القناة وتدعموني باللايك وتفعلوا زر الجرس يا جماعة علشان الإشعارات توصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.